حيدر جواد العبادي من مواليد بغداد عام 1952. تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2014. نجح العبادي في تحرير العراق من عصابات داعش وإعادة هيبة الدولة، وعلى الرغم من إصراره على محاربة الفساد الذي اعتبره أخطر من الجماعات الإرهابية، إلا أنه محمد الشيع السوداني، سياسي عراقي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي حالي حيدر العبادي، ووزير الصناعة بالوكالة، اعتبر تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية من أهم البرامج التي تحظى بأولوية الحكومة. هادي العامري، هادي فرحان عبد الله العامري، الملقب بأبو حسن العامري، وزير النقل والمواصلات العراقي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، يتولى في الوقت الحاضر قيادة منظمة بدر وقيادة كتائب الحشد الشعبي. ابتعد عن المجالس السياسية وأضواء الحكم وتفرغ تماما للعمل العسكري الميداني. قصي عبد الوهاب السهيل من مواليد البصرة عام 1965، حاصل على شهادة الدكتوراه في الموارد المائية من جامعة بغداد عام 1995، متزوج ولديه طفلان، مشرف على بحوث الكثير من الطلبة في الجامعات العراقية في تخصصه الجيولوجي وما يتعلق بالموارد المائية. اختير عضواً في الجمعية الوطنية التي تشكلت عقب سقوط النظام السابق عام 2003 ممثلاً عن التيار الصدري، ثم أعيد انتخابه عضواً في مجلس النواب في الدورة الأولى، وشغل مهمة مقرر لجنة الزراعة والمياه، الوحيد الذي استقال من التيار الصدري بلا شبهة فساد، رئيس تجمع أمناء بلدنا بالتحالف مع دولة القانون، وهو شخصية رصينة ومعتدلة ومهنية، يتحلى بالنزاهة والالتزام والاعتدال، اطلع بدور قوي في مواجهة العديد من الخلافات، كما يحظى بالقبول والاحترام لدى جميع الأطراف. من تظنه سيكون رئيس وزراء العراق المقبل؟ شاركنا برأيك.